المسرحيه الثانيه بتيجي في التلفزيون وهي ليست من اهم اعمالي. لما بذكر المسرحيات ما بذكرهاش. هي قطاع خاص مع نجم عظيم زي سمير غانم انما انا مش هو ده. لا، انا عندي مسرحيات كانت ممكن نتكلم عنها وتبقى فعلا كنت هبقى في منتهى السعاده. الراجل ما خدموش، مفيش الماتيريال اللي يشتغل عليه. وهي دي المأساة اللي انا هفضل اتكلم فيها لاخر يوم في عمري. مشكلة المسرح المصري الذي لم يؤرخ له. مفيش ذاكرة للمسرح يا جماعة. انتوا بتكرموني في البيت في المهرجان القومي للمسرح، يبقى لازم نتكلم عن الأعمال المسرحية اللي أنا قدمتها طوال 40 سنة. فلما ما نلاقيش مرجع نرجع له يبقى في حاجة غلط. وبكرر تاني، وما زلت بنادي وزارة الثقافة والمسؤولين عن المسرح في مصر، صوروا جميع الأعمال يا سادة، الجيدة والرديئة، بغرض الدراسة وبغرض إنها تتقدم تبقى أرشيف للطلبة، دراسة للطلبة كدراسة عملية لطلبة وطالبات كلية المعهد العالي للفنون المسرحية وكليات الآداب قسم المسرح. سجلوا ده وده علشان الطالب يدرس عملي زي طالب الطب وطالب الهندسة ما بيدرس عملي. سجلوا الأعمال دي. عيب بعد 40 سنة ما يلاقوليش مسرحية نزلوها في كتابي، وأنا عندي أكتر من 40-50 مسرحية. لو اتكتب عن واحدة منهم، ويمكن الدكتور عمرو انتبه ده، قد اللي بيتعرض لي دلوقتي مليون مرة، أو اللي كان سبب في شهرتي. أنا سعيد بالمسرحيات، كانت كفيلة واحدة منهم بس، هو ده كله بأمر الله. لو اتصورت واتقدمت للناس كانت حالي ما بقاش يعني. طبعا كل شيء بأمر الله وأنا راضي طول عمري، إنما كان ما بتكلمش عشاني دلوقتي، انا بتكلم عشان الشباب الجديد اللي طالع ما يتظلموش زي ما احنا اتظلمنا. سجلوا الاعمال دي، درسوها للطلبه، وقول له يا ابني ليه المسرحيه دي فشلت؟ ليه المسرحيه دي نجحت؟ بحجه انه ما بيصوروش عشان ما فيش سوبر ستار مصور بيه، الموضوع كله تجاري. لا يا اخوانا، العيال بتوع اشرف عبد الباقي، سوري في اللفظ يعني لانه ولادي فعلا، بقوا نجوم لان في الحاح. الناس بتشوفهم كل اسبوع، وبيقدموا اعمال. مش هنتطرق نقول ده مسرح ولا مش مسرح، لا، وهم يستاهلوا. ويمكن انا كنت اول واحد حطيت ايدي على الولاد دي لما كنت مدير الكوميدي وبيعرضوا عندي مسرحيه شيزلونج وما لهمش افيش، مكتوب تاليف اخراج. انا بصفتي مدير الكوميدي وهم مش تبع الشباب، كلمت هيئه المسرح قلت لهم حرام، العيال دي لازم تعمل لها صور. قالوا ليه ميزانيه مش مسرح مواجهه. عملنا صور انا وزميلي هشام جمعه للولاد دي على حسابنا علشان نحطها على خشبه على واجهه المسرح عشان نفرح الولاد دي. يعني الولاد دول كانوا يستاهلوا. طيب، اجيال كتير ضاعت بسبب ان احنا مفيش ذاكره. اهو واحد من الناس اهو سجل له كم مسرحيه، وعمل مسرحيات كتير قوي، ونقول عشرات من الناس، عشرات من الخريجين. يمكن انا اسعد حظا ان ربنا كرمني والحظ ساعدني، وقبل ما اموت يعني بحصل على بعض من حقوقي. انما الناس اللي راحت ما شافتش لحظه في حياتها بسبب ان مفيش ذاكره، وكان واهم حياته كلها للمسرح زي ما انا كنت واهم حياتي للمسرح. مش عايز مقابل، انا بطلع الطاقه اللي جوايا على خشبه المسرح، بقول يا رب انا راضي وربيت عيالي بمرتبي. طب ليه نظلم اجيال تاني جايين؟ انا بتكلم دلوقتي، انا مش عايز حاجه من المسرح. ولما سئلت لو اتعرض عليك مسرح ولا سينما ولا تلفزيون تختار ايه؟ قلت له مش هكذب عليك، مش هختار المسرح.